ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ كتير مننا بيقابل مشاكل مع الناس اللي بيبقى معاهم اطفال. طبعا الاطفال ممكن تكون الى حد ما هي مش عارفه او مش مدركه ان هي في مجتمع الناس اللي حواليها دول مش لازم يكونوا ناس قريبين منهم فيتحملوا منهم اي حاجه بيعملوها. ده بالنسبه للطفل. طب بالنسبه لاهل الطفل المفروض يبقوا هم بقى ناس واعيه ومدركين ومتحملين المسؤوليه وعندهم اطفال، فالمفروض يبقوا عارفين ان ده دورهم. فكره انك تبقى شايف ان الطفل بيعمل حاجه مش كويسه بيضايق بيها الناس اللي حواليه وتقول ده عيل مش مدرك. طب هو عيل مش مدرك، ما انت المفروض تعلمه. ليه؟ لان هو مع الوقت بيبتدي ما تنموش عنده فكره الاحساس ان هو بيعمل حاجه غلط، فالموضوع ده بيكبر معاه. يعني من غير ما نضرب امثله كتير، بس فكره ان هو بيعمل حاجه صغيره وحاجه دي يعني خلاص بتعدي. فكره ان هو بعد كده لما بيكبر بتبقى فكره ان هو مستمر في عمل الحاجه دي وهو مش مدرك ان هو بيعمل حاجه غريبه. فتيجي يبقى كبير شويه تيجي تكلمه مثلا تقول له انت بتعمل كذا، هو ما عندوش الادراك للنقطه دي، ما فهمهاش من هو صغير، ما ترباش عليها. فعارف زي ما تكون كده مناطق في المخ، المناطق دي دمرت لانه هو وهو صغير ما مرنهاش. هيبقى وهو صغير معلش ده عيل ومش واعي، وهو شاب معلش اصله ما يقصدش. يجي وهو كبير معلش ده راجل قد ابونا وبيعمل. لا، هو برضه المفروض ان هو لو واعي للنقطه دي هيجي في مرحله معينه هو نفسه هتلاقيه بيبقى حكم لنفسه. اتمنى ناخد بالنا من النقطه دي، لان اجيال كتيره تكبر ما فيهاش فكره الذوقيات في اللي هو يفصل ما بينه وما بين الناس، يعني يبقى سايب للناس حريته وفي نفس الوقت ما يبقاش اذيهم لا بالفعل ولا بالقول ولا باي شيء من الاشياء. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل شير، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.